فكل الحب والاحترام للجميع والتوفيق لجميع. المنتخب المغربي يواجه المنتخب السوري أم المنتخب الفلسطيني؟ قال له أتمنى يواجه المنتخب السوري لأنه المنتخب السوري جدا ضعيف ومن يستاهل الفوز عليه. بدنا كسر خشوم يا جماعة الخير. أنا راح أبطل من الشغل وأقعد أتفرج على المباراة. بدي دوائر يا جماعة، كتروا من الدوائر، كتروا من الدوائر، بس توصلوا خط 16 تبعها اكس مربع بيجي هدف. اعملوا خطة 3-3-4 لأموركم لوز اللوز. يا جماعة صح أنا ضليت طول الوقت أولاد 4 لأموركم لوز اللوز. يا جماعة صح أنا ضليت طول الوقت أولاد المغرب. هاتوا المغرب. عم بمزح يا جماعة. لك لو طالب $1,000,000 ما صارت، لو طالب $1,000,000 من ربي ما صارت. جعلوها لله، نحن بنحبكم وبتحبونا، بنلعب مثل ما لعبنا مع فلسطين على ضربات جزاء يا جماعة، على ضربات جزاء. لك جيبوا لنا المغرب، جيبوا لنا المغرب بشوال بطاطا، ايوه من الأخير، الله يستر. شوف سوريا بالقرعة ضد مين؟ يعني نحن ما صدقنا تأهلنا إلى ربع النهائي لحتى طلع لنا واحد من كبار الفرق العربية والفرق العالمية مؤخرا، المنتخب المغربي الشقيق. والله توحشناكم وبش نشتاق للحب ديالكم بزاف، بس مو هيك، مو هيك. بكير خلونا نوصل نصف نهائي أول، مو المغرب. ما بعرف شو بدي أحكي والله. وفلسطين ضد السعودية، المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني الشقيق والمنتخب السعودي الشقيق والمنتخب المغربي الشقيق، كلكم على الراس. بس شكله سوريا وفلسطين راح يودعوا البطولة ويغنوا بلا تشاو. الله يستر والله الله يستر. لا اقسم بالله ماني عارفان مين بدي اشجع. انتم بتعرفوا انه انا سوري بس ولدان بالمغرب، والمغرب هو قلبي، بس دائما الكفة تميل للوطن، فانا حكون مع سوريا. بس هذا لا يعني ما حافرح اذا كمان المغرب فازت، كل التوفيق للمغرب. المهم الخطة كالآتي للمنتخب السوري. اول شغلة واهم شغلة، كلياتكم بالدفاع، الكل بالدفاع، ومنحط واحد قدام. صارت الطابة معنا شيل وشلوف على الله والتوكل. جاب جول ما جاب جول عمل اللي عليه. واهم شغلة اذا وصلنا للجزاءات، الكل ما حد يضرب على اليسار، الكل يضرب على اليمين المتطرف، اليمين المتطرف. بلكي من حصلنا جولين 3 فزنا ما فزنا. وثالث شيء عزيزي اللاعب السوري، اذا وقعت على الارض واجى ساعدك واحد من المنتخب المغربي، اوعى تقول له يعطيك العافيه، اوعى، بتكون جنيت علينا. بدك تشوف بعد رونالدينيو صار قدامنا. ليش؟ لا تسألني ليش، الله يعلم، تعرفوا. شفت هذا المنشور فوق يا جماعة؟ والله واثق من حالك زيادة، وبتطلع وبتتحدى وبتحكي عن المنتخب السوري، لك ما تربيت وما شفت شو صار بجيرانك تونس. هلا ليكن عم يبكوا ويتحاموا بالمغرب ويتحاموا بلعيبة المغرب ويقولوا يلا ونحن اخوة، يلا تعال يا سوريا اجيتوا وعلتوا. حبيبي المنتخب السوري الحصان الاسود لهاي البطولة، وانت لما بدك تحكي عن المنتخب السوري عرف منيح انه انت المنتخب السوري عنده نجم اسمه عمر خريبين ما بيرحم، وعنده نجم تاني اسمه المواز ما بيرحم. انت لو انك عم تلعب بالفريق الاول انا بقول لك خذ المباراة بدون ما نلعب، ولكن انت عم تلعب فريقك الثاني، يعني اهداء تشيل ولا تفكر فوزك على السعودية يعني بيعني شيء. لا، السعودية كان متأهل وصار يتسلى، والحمد لله انك طلعت اول لحتى تواجهنا نحن سوريا. ما بدي كان واجه المنتخب السعودي اول شيء لاني انا بحب السعودية، ما بدي واجههم بهذا الدور، يعني لانه مباراة راح تكون صعبة، انا ما بحب، ما صعب علينا، نحن بنحب بعض يا عمي. اما تعال انت المغرب ونحن بنحبكم على راسي، ولكن تعال عقدة المغرب العربي سوريا للأبد. سوريا أمام بطل من أبطال كأس العالم في الدوحة، المغرب. طبعا فريق مغربي، المغرب فريق جدا قوي، ما فينا نستهين فيه لأنه فعلا عنده خبرة قوية وما شاء الله بيرتفع الرأس فيه. ولكن المنتخب السوري هو منتخب جديد، خبرات جديدة، ولكن في مثل بيقول الحجر اللي ما بيعجبك بيفجك أو بيكسر راسك. هذا شيء نحن ما. فالمنتخب السوري الكابتن عمر خريبين قال نحن كل مباراة نلعبها بالنسبة لنا نهائي، ما زالت 3-4 مباريات للنهائي كأس العرب، والمباراة رح تكون جدا قوية، مو سهلة، انه اكيد رح تكون
مباراة قوية، وبالنهاية نتمنى الفوز للمنتخب السوري، وإذا ما جاب فرح نقول ألف مبروك للمغرب. سوريا والمغرب تأكدت المباراة وخالصين رسميا. المباراة القادمة للمنتخب السوري مع المنتخب المغربي الشقيق. المغرب بفوزها على السعودية تصدرت المجموعة، والآن نحن ثاني المجموعة، فرح نلعب مع المتصدر، وسوريا رح تلعب مع المغرب. ما شاء الله عليهم، جايين بالفريق السابع وماله الحل. فريق تقيل، فريق صعب. واضح ان الكرة المغربية عم تتطور بشكل مخيف. ما فينا غير نقول نحن قدها. اللي واجه الفريق مونديالي مثل قطر طلع راس معه، واجه فلسطين، واجه تونس اللي كمان تأهلت للمونديال. اعتقد اننا قادرين نواجه المغرب. فاكتبوا لي رايكم بالتوقعات. وليتوا هي الملعب اللوسيل، شيل يا طويل العمر شيل. بحبكم كثير، وعلى تغطية مباراة بكره مع تبعية الاردن. بحبكم، سلام يا حلوين، سلام. أنا شخصياً بخاف كتير من المغربيين، كتير قوايا وشاطرين، بخوفوا، وإحنا السوريين كيوت. ربع نهائي كاس الكومنتات، مين راح ينتصر ويذهب إلى دور الأربعة يا جماعة الخير؟ يا لها من بطولة، يا لها من متعة، يا لها من إثارة. الكل خايف من مباراة المغرب، وما بتعرفوا انه انا كانت امنيتي نطلع مع المغرب. مو المغرب بده ياخذ بحق التوانسة. توانسة كسكسي، كسكسي ذبحت العلوشة توانسة. بدنا نلعب مع المغرب حتى نفرجيكم كيف اللعب بيكون. نحن هيك، نحن بدنا نتأهل من فريق قوي، ما بدنا نربح فرق ضعيفة. بحال تأهل المنتخب المغربي تتمنى المنتخب يا جماعة الخير، هذا فيديو لازم يوصل للمنتخب السوري، لازم يوصل للمدرب السوري، لازم يوصل لكل اللاعبين السوريين. المذيع عم بيسأل المشجع المغربي، قال له تتمنى المنتخب المغربي يواجه المنتخب السوري أم المنتخب الفلسطيني؟ قال له اتمنى يواجه المنتخب السوري، لأنه المنتخب السوري جدا ضعيف ومن السهل الفوز عليه. بدنا كسر خشوم يا جماعة الخير. أنا راح أبطل من الشغل وأقعد أتفرج على المباراة. بدي دوائر يا جماعة، كتروا من الدوائر، كتروا من الدوائر، بس توصلوا خط 16 تبعها اكس مربع بيجي هدف. اعملوا خطة 3-3-4، لأموركم لوز اللوز. يا جماعة صح أنا ضليت طول الوقت أقول هاتوا المغرب هاتوا المغرب، عم بمزح يا جماعة. لك لو طالب $1,000,000 ما صارت، لو طالب $1,000,000 من ربي ما صارت. جعلوها لله، نحن بنحبكم وبتحبونا، بنلعب مثل ما لعبنا مع فلسطين، وضربة جزاء يا جماعة، ضربة جزاء. لك جيبوا لنا المغرب، جيبوا لنا المغرب بشوال بطاطا، ايوه من الأخير. الله يستر.